عسلامتكم. لوحة حصاد مكثر هي أقدم motivational speech في العالم. يعود الخطاب التحفيزي هذا الفلاح الصغير كان يعيش في مكثر، أصبح بعد سنوات من العمل الشاق صاحب أراضي وممتلكات ومن أثرياء المدينة. يعود النقش إلى الفترة ما بين 260 إلى 270 ميلادي، وهي فترة واجهت فيها البلاد الكثير من الحروب الأهلية والخارجية والأوبئة. النقش عبارة على شاهد قبر يحكي قصة حياة التونسي النوميدي هذا، ويقول فيها: لقد ولدت لعائلة فقيرة وأب متواضع، ليس لديه ثروة ولا منزل في المدينة. منذ ولادتي عشت فقط من أجل عملي في الحقول، لم أسترح ولم تسترح أرضي. عندما وصل موسم الحصاد كنت أول من قطع السنابل. عندما ظهرت مجموعات الحصاد في الريف الذين يذهبون للاستئجار حول سيرتا عاصمة النوميديين، أو في السهول التي يسيطر عليها جبل بوجابر، غادرت بلدي لمدة 12 سنة. قمت بالعمل كحصاد أجير لصالح الآخرين تحت أشعة الشمس، ومن ثم ولمدة 11 عام كنت أدير فريقاً من الحصادين. بفضل العمل، بعد أن تمكنت من إرضاء نفسي بالقليل لادخار الكثير، أصبحت أخيراً مالكاً لمنزل وعقار. وها أنا اليوم أعيش حتى حصلت على مرتبة الشرف. لقد دعيت للجلوس في مجلس الشيوخ في مدينتي، ومن فلاح أصبحت من النخبة. رأيت أولادي وأحفادي يولدون وينشؤون حولي، وها حياتي تمر بسلام وشرف. تم العثور على اللوحة هذه في عام 1882 من قبل الفرنسي جوزيف ألفونس ليتي في الموقع الأثري بجهة مكثر في تونس، وهي معروضة الآن للأسف في متحف لوفر في باريس. كانت هذه هدرسة الليلة.